السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب قلبي، حبايب أم رحمة في قناة أكلتنا في الأرياف. النهاردة إن شاء الله هعمل معكم فطارنا الجميل هعمل طاجن العكاوي، واللي ما يعرفش يعني إيه عكاوي يعني ديل الجاموس. فأتمنى يعني إن الطريقة تعجبكم وتجربوها، إن شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. هنعمل كمان بسلة، ونعمل جلاش باللحمة المفرومة، ونعمل رز بالشعرية ان شاء الله. اللي يشوفنا لاول مرة ما ينسيناش في الاشتراك في القناة، يا ريت شير للفيديو. بصمة حلوة، جزاكم الله كل خير. وتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. دلوقتي هحط حتة سمنة، وادي العكاوة بتاعتنا انا غسلاها ومنضفاها ومجهزاها معاكم اهي. اول ما السمنة بتاعتنا كده تسخن خالص نسمي الله بقى كده، ونروح حاطين العكاوة بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد صدمة، ناخدها بس كده صدمة. السمنة بعد ما اتشوحت معايا كده بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى طماطم مخرطاها اهي، طماطم، ومعايا جزر اهو، ومعايا بصل برضو مخرط صغير علشان يستوي مع الشوربه، ومعايا فصين توم هحطهم كده. كل حاجه قدامكم واحده واحده اهو. دي كده هتبقى الشوربه بتاعتها حاجه تانية، يعني هتشربوا شوربه محترمه، شوربه معتبره. تمام. معايا كمان ورق اللورا اهو، بعد ما خدت الصدمه بتاعتها كده هحط انا مجهزه ميه هي من بتغلي، ما لحقتش تغلي بس انا هحطها وخلاص. تمام. تغلي بقى من عشان انا بصراحه ما لحقتش تغلي معايا، بس انا هحطها دي ميه بس لازم تكون بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحطها كده دي كده. الطريقه دي تديكي احلى شرب. هغطيها بقى وهسيبها لما تستوي خالص. انا دلوقتي هعمل تسبيكه كده محترمه للبسله بتاعتنا وللطاجن بتاع العكاوي. اشوح البصله بتاعتي، وانا بشوحها احط عليها شويه توابل عشان ريحتها تبقى مفحفحه كده. تمام. التسبيكه دي انا هقسمها اتنين، هقسم التسبيكه بتاعتي دي اتنين، نصها للعكاوي احط فيها طاجن العكاوي، والنص التاني احط فيه البسله. واعمل كل حاجه قدامكم اهو، وانتوا هتشوفوا كل حاجه دلوقتي معاكم خطوه خطوه. البصله بتاعتك حباها ناعمه ماشي، حبه خشنه ماشي، زي يعني انتي وذوقك بصراحه، او انتي زي ما بتعرفي تعملي اعملي. المهم انك تعملي اعملي حاجتك في بيتك كده، حاجه حلوه نضيفه. كل سنه وانتم طيبين. ايام بقى الكحك والبسكويت جايه، فعايزين نفضي نفسينا كده الايام الجايه دي. دلوقتي بعد البصله بتاعتنا ما اتحمرت اهي، هنزل بالطماطم واحط الملح، وانا حاطه فيها التوابل، وهسيبها هسيبها تتسبك. ادي الملح بتاعنا، هسيبها بقى تتسبك خالص. تعالوا عقبال ما الصلصه بتاعتنا تتسبك نعمل المهلبيه. لان بصراحه عيالي انا بالذات، مش عيالي الناس، عيالي انا بالذات بيحبوا المهلبيه قوي. فانا صراحه ما اكذبش عليكم، انا مش بحب المهلبيه اللي من النوع ده.
بحب التانية اللي هي بلبن، بس هم عايزين الملونة دي، فاعمل لهم كيس كده. وطبعا عشان الكيس قليل انا هزود شوية نشا. يبقى احنا حطينا السكر وحطينا كيس حطيت شوية نشا مع كيس المهلبية بتاعنا، وهحط ايه المية اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوبها، دوب السكر والنشا مع بعض وارفعها على النار. يلا ابتدي ان انا ايه اقلب فيها كده على النار لحد ما تتقل معايا. يا سلام، دي كمان لو حبيت كريمه لباني او كريم شانتيه تدي طعم حلو قوي. بس كريمه لباني حلوه، مش اللي هي الحد، عشان الناس تفتكر حد. واقلبها كده تبقى حاجه تانية، حاجه كده تبقى زي طعم القشطه بالظبط. ادي المهلبيه بتاعتنا اهي بعد ما تخنت خالص. السمك بقى اللي انت عايزاه خفيفه شويه، تقيله قوي بس انا بصراحه بحبها تقيله. هنزلها بقى مع النار كده، بسم الله، ونعبيها في الاطباق بتاعتنا. هعبيها معاكم في الاطباق اهي، بسم الله. هتحطيها بقى في التلاجة بتاعتك وتزينيها بأي نوع من أنواع المكسرات اللي عندك. فول سوداني ماشي، فستق، لوز، عين جمل، أي مكسرات عندك زوقي بيها ويبقى طعمها حلو أوي. دلوقتي هاخد الصلصة بتاعتنا عشان البسلة كده كبشتين 3 4. أنا مش هعمل طبيخ كتير علشان الطبيخ بيفضل عندي، وبصراحة بيتكب، فمش حطي كمان شويه، حط شويه كمان. وطي النار، وطي النار يا ماما. حطي بس كفايه. حطي بقى ايه البسله وحطي عليها كبشتين شرب. يلا انا حطيت البسله بتاعتي. البسله دي يا جماعه انا كنت مفرزاها في الفريزر. هزود بقى معاها كبشتين شرب اهو. بقيه الصلصه اللي فايضه دي اللي هحطها على العكاوي بتاعتنا. تمام كده. اغطيها بقى وهسيبها ايه لما تستوي معانا خالص. تعالوا دلوقتي نعصج اللحمه للجلاش. احط البصله بتاعتي كده تاخد لون اصفر، وبعدين هنزل باللحمه. كاميرا مغبشه. معايا دي بصلايه وعليها قرن فلفل حامي. حابه تحطي جزر حطي، حابه تحطي تزودي اي اضافات من عندك حطي، انما انا حبيت اعمل بفلفل وبصل بس. اشلوحها بقى تشويحه حلوه، شلوح 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 لحد ما تدبل بقى معايا كده. هاتي كده انا امسك لك الطاسه وهاتي شويه توابل، حطي معاها شويه توابل يعني. التوابل اللي عندك يا ريت يكون فلفل اسود. الفلفل الاسود يا جماعه بيدي طعم حلو قوي للعصاج، بيخلي طعمه حلو خالص. تمام. احب انا اجيب الكادر واسع كده، عيالي بيضيقوا الدنيا بقى ويلزقوا التليفون في الحله او في الطاسه اللي انا بعمل بيها. انما بص لما بتبقى الدنيا واسعه كده تحسي انك فعلا بتصوري. طبعا بصوا يا دوبك ان البصله دبلت معايا كده، هنزل بقى باللحمه ايه المفرومه بتاعتنا. الله يسامحه الراجل ابن اللذينه عطيهاني عليتها بيضه، معلش بقى. بصوا اغلبيه اللحمه بيضه، بس يلا هتقضي الغلط وخلاص. ده يا جماعه ربع مفروم هعمل بيه الجلاش بتاعنا. تمام.
اول ما تحسي ان اللحمه بتاعتك لونها اتغير تنزليها على طول من على النار. تمام. احط لها سنه ملح صغيره اهي. دوري عليه يا رحمه انا عاوزاه. وشويه توابل. معلش دوري بس، اصلا مش هيمشي من البيت يعني. حبه شطه واشوحهم بقى مع بعض تشويحه حلوه. ومجهزه حبه طماطم مقطعهم رفيع قوي قوي قوي، هحطهم على وشها. حطيهم بقى. يلا حبه الميه اللي هينزلوا من الطماطميه دي هيسوولك اللحمه، متبقاش بتشد معاكي وانت بتاكليها. لقيتيه كده تمام قوي. هطفي عليه النار ونجهز مع بعضنا الجلاش اللي هنحشيه. دلوقتي هجهز الجلاش بتاعنا. هحط السمنه كده في قعر الصينيه اهو. وهحط ايه، انا باخد نص الجلاش بالظبط، بحطه كده اهو. ده نص الجلاش يا جماعه. تقعدي بقى تطبقي وترصي واحده بواحده، والموال اللي ما يعلم بيه غير ربنا ده. لا جربي الطريقه دي وان شاء الله سهله وهتعجبك باذن الله. يلا هحط بقى العصاج بتاعنا اهو. زي ما قلت لك ده نص الجلاش بتاعنا. امسكي يا رحمه. هسويه بقى كده اهو. فانت ما تقلقيش، ما تقوليش ده هيبقى معجن او ده عايز سمنه او الكلام الفاضي ده. لا صدقيني هيبقى جميل جدا. بصي اهو. امسك كده يا رحمه. هتقفلي بس من هنا اهو كده. بسم الله. على اللحمه بتاعتك. وحطي بقى بقيه الجلاش بتاعك كده. بسم الله. اهو يا جماعه اهو. حطي بس بقيه السمنه اهي. بسم الله. هاتي سكينه حاميه يا رحمه نقطع بيها السمنه بتاعتنا اهو. وهقفل كده على بقيه العصاج اهو. صدقيني بيطلع جميل ومورق وكأنك ملياه سمنه. ما تقلقيش من اي حاجه واعمليه بالطريقه دي وهتشوفي النتيجه حلوه خالص. السمنه بتاعتنا كده مع الحروف اهي. في ناس بتستعجب من الدسم الكتير اللي احنا بنحطه في الجلاش وفي الرقاق والحاجات دي، بس معلش احنا اتعودنا كده ان الاكل بتاعنا يبقى دسم، عشان كده تلاقي الشعب المصري كله ما شاء الله. بص هقطعه بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ادخله الفرن اهو يا جماعه. بعد ما قطعناه كده اهو ظبطناه معايا بصي دي الشوربه بتاعتنا اهي. ده الطبق اللي كنت مسيحه فيه السمنه. تمام. الطبق اللي انا كنت مسيحه فيه السمنه احط فيه حبه توابل اهو وحبه ملح عشان لسه ما حيقتش الشوربه لان لسه اللحمه ما استوتش. تمام. وهسقي بيهم الجلاش بتاعنا اهو. هسقي بقى الجلاش بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما يتشرب خالص خالص زي ما انت شايفه كده اهو. وبعدين هدخله الفرن وهولع عليه من تحت ومن فوق اهو. بصي الشوربه كلها اتشربت اتسقت اهو. هدخله بقى الفرن. لو ما عندكيش لبن
يعني انت لو ما عندكيش لبن حطي شوربه عادي، انا عشان ما لقيتش المعمل فاتح فسقيت شوربه وعادي هيطلع جميل جدا. تعالوا عقبال ما الصلصه بتاعتنا تتسبك نعمل المهلبيه. انا بصراحه عيالي انا بالذات، مش عيالي الناس، عيالي انا بالذات بيحبوا المهلبيه قوي. فانا ايه صراحه ما اكذبش عليكم، انا مش بحب المهلبيه اللي من النوع ده، بحب التانية اللي هي بلبن، بس هم عايزين الملونه دي فاعمل لهم كيس كده. وطبعا عشان الكيس قليل انا هزود شويه نشا. يبقى احنا حطينا السكر وحطينا كيس حطيت شويه نشا مع كيس المهلبيه بتاعنا، وهحط ايه الميه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوبها، دوب السكر والنشا مع بعض وارفعها على النار. يلا ابتدي ان انا ايه اقلب فيها كده على النار لحد ما تتقل معايا. يا سلام، دي كمان لو حبه كريمه لباني او كريم شانتيه تدي طعم حلو قوي. بس كريمه لباني حلوه مش اللي هي الحد، بس الناس تفتكر حد. واقلبها كده تبقى حاجه تانية، حاجه كده تبقى زي طعم القشطه بالظبط. دلوقتي تعالوا نجهز الرز بتاعنا. نعمل شويه رز حلوين كده بالشعريه. حاسه ان الكاميرا كبيره ليه، الصوره كبيره والله، يعني انت مش مكبره الصوره. اي حاجه عندك بقى، عندك زيت عندك سمنه ما تتوقفيش واعملي بالموجود، يعني الموجود عندك اعملي بيه. انا بحط شويه زيت على حبه سمنه ومشي الدنيا كده. الحنفيه بتاعتنا امبارح طول الليل الحنفيه عماله تعمل صوت، تعمل بس المهم رحت ايه صحيت جوزي وبعمل له زي البيت فيه حي، البيت فيه حيه ساكنه في قلب البيت وعماله طول الليل تقول فيس فيس فيس. المهم تتبعت الصوت وفضلت ماشيه ورا الصوت لحد ما لقيت الحنفيه شغاله طول الليل. الله ينور، عماله اتكلم نفسي. شوف لنا البسله كده، بصلنا بصه كده على البسله على السريع. متعوده اسيب المعلقه في الحله فبتتحرق. ادي البسله بتاعتنا اهي قربت تستوي. وبرده بصه كده على السريعه كده على العكاوي بتاعتنا. طبعا اول ما هتستوي هحطها في الصلصه اهي. خلاص هي هانت قربت تستوي. اول ما الشعريه بتاعتنا بتاخد اللون الذهبي بنحط عليها رز على طول. اول ما الشعريه بتاعتنا احمرت رحت حاطه ايه، حاطه الرز. قلب بقى تقلبتين محترمين كده لحد ما الرز بتاعنا يتشرب مع الشعريه والسمنه ويبدا ان هو يشخلل كده في الحله. بروح حاطه الشوربه بتاعتنا. تمام، انا عارفه انت ناصحه مش محتاجه ان انا اقول لك الكلام ده. عندك دجاج ولا اجيب من جوه؟ هاتي من جوه دجاجات. انا حيقت الشوربه اهي، زودتها ميه وحيقتها علشان اطش منها الرز. حطينا نص دجاجه، نص دجاجه. ما بحبش الدجاج كتير في الاكل لانه مضر فعلا. اقلبي بقى الشوربه دي وطش منها الرز. بص الشوربه شكلها عامل ازاي، والله العظيم شكلها يفتح النفس. اللهم اني صايم.
نزل على الحروف ده. كاميرا مش عارفه مالها. هطلع بقى العكاوي بتاعتنا كده في الطاجن. طلعها بكل الحاجات اللي معاها، بكل الخضار اللي معاها. تمام. ما تسيبش اي حاجه في الحله ما عدا ورق اللورا بقى، ملوش لازمه. هي كده استوت خالص اهي. هات الطبق ده يا رحمه. هي دي شويه الصلصه اللي انا بقيتهم، هحطهم كده اهو على الطاجن بتاعنا، وهدخله معاكم دلوقتي فين؟ هدخله الفرن. هطلع صينيه الجلاش اهي. بصوا حاجه كده زي الفل ما شاء الله، جميله. بس هي حاضره خالص كده. ادخلها بقى الفرن كده. انا هحطها شويه تحت وارجع ارفعها بقى. وبكده يا حبايب قلبي يكون فطارنا النهارده خلص اهو. عملنا معاكم طاجن العكاوي، وعملنا الرقاق باللحمه، ورز بالشعريه الجميل. واتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش في البصمه والدعوه الجميله منكم. جزاكم الله كل خير، وكل سنه وحضراتكم طيبين. واتمنى الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.